السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأغلى ناس في الدنيا دي كلها، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أسعد أيام حياتكم. طبعًا وحشتوني جدًا من آخر فيديو كان من فترة، كان من بعد العيد على طول، ومن ساعتها ما عملتش فيديوهات تاني، بس والله كان غصبٍ عني، بس إن شاء الله الفيديو ده هاعوضكم، بجد هنعمل كده روتين تشجيعي هيشجعِك إن أنتِ بجد تقومي تشوفي اللي وراكِ، ولو أنتِ كسلانة أو مش قادرة لأ بجد هتتشجعي جامد، ويالّا بينا نبتدي الفيديو، يالّا بينا. إزيكم عاملين إيه؟ بُصّوا بقى الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة جدًا، 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 يعني أنا مش قادرة أقول لكم أنا كنت تعبانة إزاي أنا وزوجي وأنا وولادي، عارفين أنتم كده زي ما يكون جالنا البيت كلّه جاله وباء يعني بس العالمين، أنا ما كنتش متخيلة أبدًا إن إحنا هنقوم منها، بس الحمد لله عدّت على خير، الدور كان صعب جدًا، جدًا، ما نعرفش لغاية دلوقتي الدور ده سببه إيه، وإيه اللي حصل لنا وإيه اللي بيحصل ده، بصراحة أنا مش فاهمة. بس كل اللي أنا عايزة أقوله إن الحمد لله إنها عدّت على خير، بس نخلّي بالنا هو الدور كان ماشي دور إسهال وترجيع وسخونية، تكسير في العضم، فإحنا لغاية دلوقتي مش فاهمين ده كورونا رجعت تاني والّا إيه، مش عارفين لغاية دلوقتي. من كتر التعب اللي ولادي كانوا فيه واللي أنا كنت فيه وزوجي كان فيه، إحنا ما كناش متخيلين إن إحنا هنقوم منها تاني. عارفين كده إحساس إن أنا خلاص إيه ده إحنا بنموت فعلًا حرفيًا، بس الحمد لله بفضل ربنا وإن أنا ما استسلمتش وإن أنا يعني لأ، كنت في الوقت ده مقصّرة في الصلاة، كنت في الوقت ده الشيطان كان مسيطر عليَّ وأفكار سلبية جدًا وطاقة سلبية، بس والله يا بنات جه عليَّ وقت كده وقُلت لأ، أنا مش هاستسلم، بابُص للبيت منظر البيت صعب. كُلّه طاقة سلبية، ما تفهموش في شيطان في البيت، ما في حاجة غلط في البيت، البيت ما كانش طبيعي، والله العظيم أقسم بالله البيت ما كانش طبيعي، كل اللي أنا باعمله بابُص لبنتي وهي نايمة مش عارفة أعمل لها حاجة، لا دوا جايب نتيجة ولا حُقن جايبة نتيجة ولا أي حاجة جايبة نتيجة معاها، فقُلت لأ أنا مش هاستسلم وأنا لازم أقوم أغيّر اللي حواليّا عشان فعلًا إن الاستسلام للطاقة السلبية ده حاجة وحشة أوي يا بنات، يعني بجد إن أنتِ تستسلمي سواء بقى ده عين، ده حسد، ده مش عارفة إيه، أيًا كان، بس أنا حاسة إن في طاقة سلبية مسيطرة على البيت شكله وِحِش، البيت شكله وِحِش أوي، أنا مش طايقة البيت، مش طايقة أقعد فيه، حتى ابني يقول لي: "يا ماما أنا مخنوق من البيت." عنده 6 سنين، يقول لي: "أنا مخنوق من البيت." فعلًا البيت كان مكركب، فقُلت لأ خلاص بقى كده stop إن أنا أستسلم للطاقة السلبية ده مش جايب معايا نتيجة، البنت ما بتخفّش كده والّا كده خلاص، فأنا لازم أقوم أشوف أنا هاعمل إيه، قُمت توكّلت على ربنا، شغّلت القرآن ما كنتش مشغّلاه بقى لي مدة، رجعت تاني إن أنا أشغّل الراديو على إذاعة القرآن الكريم، فتحت شبابيك البيت، شغّلت قناة المجد، يعني القرآن كان شغّال في المطبخ وأنا برّه في الreception مشغّلة قناة القرآن الكريم، وقُلت لأ أنا هاقوم أفرُم البيت، هاقوم بجد أنضّف، لإن فعلًا الوضع كان سيء جدًا، نضّفت، شِلت كل الأدوية، شِلت كل حاجة، حطيت كل حاجة في مكانها، بقيت أمسح البيت بمَيّة وملح، وجِبت Ariel Gel اللي هو بريحة اللافندر وأدعك في الأرض وأدعك في أنتم عارفين جات لي أنا مش هاستسلم، لأ أنا مش هاقعد مكاني، أنا خلّيت البيت ده حرفيًا زي الفل، جميل الحمد لله، اللي يدخل البيت يشم ريحة نضافة. جِبت سورة البقرة، ما كنتش طبعًا باقرأ ما كنتش أصلًا باصلّي عشان أقرأ، ما أعرفش كان إيه اللي حصل لي، أنا مش فاهمة كان إيه اللي بيجرى لي بصراحة. جِبت المصحف وقعدت أقرأ سورة البقرة، قريتها كلّها، بدأت أحس إن إحنا بدأنا نتعافى وبدأنا نفوق، ده إيه أنا مش فاهمة لغاية دلوقتي والله، أنا مش عارفة. بدأت بنتي إنها تقف تاني على رجليها، والله ما كانت بتقف على رجليها، بدأت تاني ترجع. ه اكتشفت إن لأ، العين حق والحسد مذكور في القرآن و وممكن يكون في ناس نواياها مش طيبة موجودة في حياتنا، ممكن أنتِ نعم أنتِ مش حاساها إنها نَعَم، بس كتيرة أوي على اللي حواليكِ مستكترينها عليكِ، فبنات خلّوا بالكم بجد لازم تحصّنوا نَفْسكم، لازم تحصّنوا ولادكم، ما تأثّروش في عبادة، أنا يعني أنا لمّا باعمل فيديو باسمّعكم الكلام ده، باقول لنَفْسي أنا مش هاقول لهم الكلام ده وأنا ما باعملوش، فأنتم الكلام ده بيشجّعني إن أنا أحافظ عليه أكتر. لإن اللي إحنا شُفناه ما كانش قليل والله العظيم ما كانش ربنا ما يورّيها بس حافظي إن بيتِك
يكون في قرآن. حافظي دايمًا إن أنتِ ترقي ولادِك، إن أنتِ ترقي جوزِك، إن أنتِ تخلّي دايمًا في قرآن مسموع في البيت. حافظي على طاقة البيت، حافظي على روحانياتِك وصلتِك بربنا. بس فأنا لمّا نضّفت البيت وشغّلت قرآن وقرأت أنا بنفسي سورة البقرة، بدأت أحس لأ، عارفين لمّا تكون عقدة وبدأت تفكيها؟ ده بالضبط إحساسنا. عقدة كانت معقودة لا يمكن تتفك، وبدأت تتفك واحدة، 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 بدأت تتفك لغاية لمّا الحمد لله رب العالمين غُمّة وانزاحت. ما انزاحتش أوي، بس الحمد لله أحسن من الأول، أحسن من الأول وأحسن بكتير كمان. ف لأ، حصّنوا بيوتكم وحصّنوا نَفْسكم. الوضع كان غريب، ما كناش عارفين إيه اللي بيحصل لنا. كان واحد ورا التاني، وواحد ورا التاني، لغاية لمّا البيت كُلّه وما بنفوقش ومش عارفين نمشي على رجلنا أصلًا. فالحمد لله رب العالمين. بس ده اللي أنا كنت عايزة أوصّله لكم، إن أنتم حافظوا على نَفْسكم وحصّنوا بيوتكم وحصّنوا نَفْسكم. فيديو النهارده فيديو يعني أنا حابة إن أنا أشجّعكم وإن أنا أوصّل لكم طاقة إيجابية. ما كنتش حابة أطلع لكم أبدًا وأنا باعيّط أو أنا طاقتي سلبية. لأ، شوفوا كده، شمّوا هوا كده واتبسطوا وافرحوا، بس حافظوا وإن أنتم تداروا على النِّعَم اللي عندكم. اتكلّموا عنها في المحدود، بس حصّنوا نَفْسكم و و ودايمًا حافظوا على صلاتكم بربنا، دي اللي هتحميكم، دي النجاة. صلاتِك بربنا دي اللي هتنجّيكِ. فبس كده. فأنا يا رب يكون الفيديو عجبكم، وأكون قدرت إن أنا أنفعكم بحاجة النهارده وأوصّل لكم رسالة كده منّي ليكم. فحاولوا إن أنتم فعلًا اعملوا بيها يا بنات. والله العظيم بجد أنتم ما تعرفوش مين باصص في حياتكم أو مين اللي بيحسدكم، ما تعرفوش الضربة جاية لكم منين. فأنتِ اعملي اللي عليكِ قدّام ربنا وحصّني نفسِك وحصّني بيتِك وخلاص، وربنا يعدّيها على خير وربنا يحمينا ويحفظنا جميعًا. بس كده يا بنات. فأنتِ لو وصلتِ لهنا يا ريت بس اشتراك في القناة وفعّلي الجرس عشان إن شاء الله يوصل لِك كل جديد منّي. وأي اقتراحات، أي حاجة، أي كلام عايزين تقولوه لي، يا ريت تتواصلوا معايا في الكومنتات عليكم. واشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد، وتكون طاقتنا أحلى ونكون قريبين من ربنا أكتر وأكتر، وربنا يحفظنا ويحمينا وينجّيني وينجّيكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.